وانا في الجامعه كان عندنا كلاس اسمه leadership and professionalism، وده كانوا بيعلمونا فيه شويه حاجات عن الاتيكيت والليدرشيب. من الحاجات دي كان احنا لما بنسافر انترفيوز، وانا سافرت كذا بلد في امريكا عشان اعمل انترفيوز بعد التخرج من الجامعه، بنتعزم على العشاء في كل الانترفيوز دي، بنروح مع السي او مع الفي بي مع التيم ونتعزم على العشاء. فكانوا دايما يقولوا لنا يا جماعه ما تطلبوش اغلى حاجه في المنيو، يا جماعه ما تاكلوش كل حاجه في المنيو. لو ماشي اكيد يعني بديهيات، احنا رايحين انترفيو اصلا، حتى العشاء ده انترفيو. المهم لما اتخرجت واشتغلت وبشتغل مع ناس، نروح تيم سيلبريشن، نروح تيم دينر، الاقي الاشخاص يعني شخص واحده ان بارتيكولر كانت بنت رفيعه ما بتاكلش، تلاقيها طلبت كل حاجه في اغلى ميل و5 كورس ميلز، ابيتايزر، سالاد، سوق، مين كورس، سيرف اند تيرف، هاكل ستيك فوقيه لوبستر مع الديزرت. في ايه؟ تحس ان هناخدها على المستشفى واحنا مروحين. الشخص ده فاكر ان الشركه دي مش كويسه، فانا هستنزف الشركه عشان اخد حقي منهم. واللي حواليك شايفك شكلك وحش، والناس كلها تقعد تتكلم وهي ليه بتعمل كده وايه ده. مش ذكاء انك تحس انك هتستنزف الشركه بس تبوظ صورتك. يا جماعه لو متضايقين من الاماكن دي امشوا وسيبوها، لكن ما تبوظوش صورتكم بالشكل ده من فضلكم. ابوس ايدكم، بتاذيكم اكتر ما بتاذي الشركه.